اهلا بكم اعزائي المشاهدين من قناه زياد سبورت. النهارده هنتكلم على الدوري المصري. اهلا بكم في حلقه جديده من قناه زياد سبورت. النهارده الحلقه ال 15 من سلسله الدوري المصري من قناه زياد سبورت. دوس لايك واعمل اشتراك لقناه زياد سبورت على اليوتيوب. ولو اول مره تشوفني دوس لايك على الحلقه ودوس الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل اشتراك عشان مجهودي ما يضيعش في توصيل المعلومه لحضرتك وتحليلي لمباريات. غدا مباراة الزمالك وغزل المحلة الساعة 5، والأهلي وقناة الإسماعيلية الساعة 8. مباراة القمة الأهلي كسب 2-1، الزمالك خسر. الزمالك رجع من خسارة، رجع من مستحقات، رجع من مشاكل كتيرة بعد ما كانت المشاكل رايحة لمين؟ النادي الأهلي. دلوقتي الأهلي راجع بثقة عالية جدا، حماس عالي جدا، روح عالي جدا، ثقة كبيرة جدا في اللعيبة والمدير الفني والجمهور. كمان هتأسف على حضراتكم كمان. آه كابتن محمود الخطيب كمان خلاص مفيش حد ترشح قدامه فهو هيفوز بالتزكية. فالنادي الأهلي دلوقتي بيعيش ظروف، يعني ما شاء الله، استقرار تاني بعد ما كان الاستقرار في نادي الزمالك. يانيك فيريرا أنا دلوقتي شايف إن هو لا يصلح لتكملة المشوار مع الزمالك. أنت ممكن ما تقولوش دلوقتي، بس الموسم ده كفاية عليه. احنا شفنا جوميز لما كان بيلعب الأهلي بسكواد أضعف. أول مباراة ليه كانت كأس مصر، أول مباراة ليه. شفت عمله إيه في الأهلي؟ مبوظ الأهلي رغم إن الأهلي كسب. مبوظ الاهلي خالص. كان مستحوذ، كان ف في مدرب بيعرف، عنده شخصية، بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة. وفي مدرب يعني ممكن يكون فنان كويس ولكن شخصيته مش موجودة. تبديلة زي ناصر منسي وعمر ناصر دي نقطة فارقة في المباراة. التبديلة دي بالذات نقطة فارقة جدا في المباراة. انت ناصر منسي يعني بصراحة مشجعين الزمالك عجبوني جدا. ناصر منسي لما بتنزله فين؟ لما لعيب يكون زي زيزو موجود هيعمل عرضيات كتير. لعيب زي الشيبي بيعمل عرضيات كتير. الشيبي بيعمل عرضيات كتير. لعيب زي علي معلول بيعمل عرضيات كتير. هتلاقي ناصر منسي هداف الدوري. بس انت دلوقتي مضغوط في نص الملعب ومحتاج حد يبقى زي عدي. بالمناسبة عدي رغم ان هو محتاج يطور الفينش عنده، ولكن تبديلة مهمة جدا. فكان عمرو نصر الانسب يعني. انت اللي عارف حالة اللعيبة، ليه بتستبعد شيكو بنزا؟ يا عم سيبك من الجزيرة، القائمة كانت مكتملة عندك، ليه بتستبعد شيكو بنزا ليه؟ ادم كيد طول المباراة او ربع ساعة بس. بعد كده خلاص يعني انت محتاج جناح طاير. مش محتاج لعيب بيبقى يعني لعيب نص ملعب. هو مش جناح. هنتكلم على التشكيل بسرعة عشان الزمالك بقى عنده مشاكل كتيرة. وانا قلت خبر حصري على الفيسبوك ان حسام عبد المجيد دلوقتي ما تعملش معاه اي جلسة من مجلس الإدارة، ولكن اللاعب ممكن يوافق. عنده نية ان هو يجدد مع نادي الزمالك. ده خبر حصري لزياد سبورت مش عند حد. عنده ان هو يجدد لنادي الزمالك، ولكن هيبقى اول ما يجدد يبقى عنده شرط ان الزمالك يوافق على الاحتراف. الزمالك ما وافقش، عصام عبد المجيد هيرفض بكل شياكه وبكل هدوء. تشكيله الزمالك: صبحي، حسام، محمد اسماعيل، عمر جابر، بنتايج اللي راجل جدا، لعيب راجل، دونجا. اتمنى بقى ان ادم كايد يلعب في نص الملعب. اتمنى دونجا وادم كايد وناصر ماهر، بزيرة وشيكو وانزا وعمرو ناصر. وفي تقارير بتقول ان احمد حمدي ممكن يلعب مكان ناصر ماهر. انا اتمنى، انا قايلها من الحلقه العاشره من سلسله الدوري المصري او الحلقه التاسعه، ان انا اتمنى ناصر ماهر ما يلعبش. لو حد بيتفرج عليا وفاكر، انا قلت في حلقه العاشره او التاسعه او قبل كده كمان ان احمد حمدي يلعب اساسي. فانا اتمنى ان احمد حمدي يلعب مكان ناصر ماهر، فنشيل ناصر ماهر ونحط احمد حمدي. لازم حلقه فرقه كبيره. كابتن علاء عبد العال مدرب كبير. نيجي الاهلي وقناه الاسماعيليه، الاهلي هيكسب الماتش ده بصعوبه بقى، بسهوله. الاهلي هيكسب الماتش ده. تشكيلة بالمناسبة، قائمة الأهلي دي شهدت تواجد زيزو، فدي حاجة كويسة بصراحة. زيزو عنده عزيمة وإصرار كبيرة. عزيمة وإصرار كبير. ف
حاجه كويسه من زيزو ان هو ما بيستسلمش الاصابه. انا بحب زيزو عشان كده. تشكيله الاهلي: الشناوي، ياسر، ياسين، محمد هاني، ياسين مرقه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، كوكا اللي عايز اسقف له، برافو كوكا، عطيه، بن رمضان، تريزيجيه، بن شرقي، طاهر، او ممكن يحط حسين الشحات مكان طاهر، ومحمد شريف. الاهلي رجع من فوق و... ودفعة معنوية كبيرة قوي. انت فوقت الاهلي، رجعت الاهلي تاني. من الماتش ده انت ممكن تدي الاهلي اكتر من بطولة، وبالماتش ده كنت ممكن تاخد من الاهلي اكتر من بطولة. فلازم تفهم يعني كفريرة ان الاهلي فريق مينفعش تدافع قدام. الاهلي المباراة اللي فاتت انا قلت ان كان في تماسك غير طبيعي، عشان كده اللعيبه دي بتلعب منتخب مصر، عشان كده اللعيبه دي بتاخد بطولات، عشان كده اللعيبه دي ما بتخسرش بسهوله. انا مستغرب انت كان الاهلي ما كانش عنده التماسك ده حتى في ماتش بيراميدز. هل بسبب المدرب؟ هل بسبب الجمهور؟ هل بسبب ثقه اللعيبه الزياده في نفسها؟ هل بسبب تراجع الزمالك؟ ولا انا ما اعرفش. ولكن التماسك اللي الاهلي فيه دلوقتي ما كانش موجود في المباريات اللي قبل الزمالك. الاهلي من اول الدوري بيلعب سيء جدا اداء، فانت ما تفهمش. التشكيل الافضل في الجوله السابعه او السادسه، يا رب اكون بقول صح. لا لا، الجوله العاشره، بعتذر حضرتك. الجوله العاشره، عشان المره اللي فاتت كانت الزمالك والاهلي الجوله التاسعه. الجوله العاشره، الحارس احمد الشناوي، الدفاع ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد. وحسام عبد المجيد مش عشان اتفرش فرشه فانا هسيبه، لا هو مدافع كويس. محمد هاني، بنتايج، آه اسمه ايه، بيلات توريه، آه تريزيجيه 8، وليد الكارتي، لا مش وليد الكارتي برضو، بعتذر لحضراتكم. محمد عبد العاطي لعب وادي دجلة. آه بن شرقي، عمرو ناصر، و ودغموم، عبد الرحيم دغموم لاعب مصري. افضل مدير فني في الجولة هيكون كابتن احمد الشيخ مدرب وادي دجلة. عايز اتكلم على الاسماعيلي سريعا جدا. الاسماعيلي انا توقعي ان هو هيهبط السنة دي. توقعي ان الاسماعيلي بالسكواد ده محتاج مدرب مصري، عشان المدرب المصري هيعرف يلعب 10 دفاع، هيعرف يتعادل، ياخد نقط احسن من مولود حمدي. يعني مولود حمدي مدرب لو معاه سكواد هيروح بالاسماعيلي في حتة تانية، ولكن حظ. يا رب تكون الحلقة كويسة لحضراتكم، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. يلا اعمل اشتراك لقناة زد سبورت، دوس لايك على الحلقة دي، ودوس الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل جديد من زد سبورت. قناة ان شاء الله تبقى في حاجات كتير كويسة. سلام، استنوني في حلقات تانية من سلسلة الدوري المصري.